قناة واتش 24 الإخبارية، ننقل لك الخبر أينما كنت. الجزائر تقدم طلبا منفردا لإدراج فن الراي في اليونسكو، ومسؤول مغربي يعبر عن أسفه. على عكس ما كان عليه الحال مع طبق الكسكس، تقدمت الجزائر بملف منفرد لتسجيل فن الراي كتراث لا مادي جزائري خالص، رغم أنه منتشر في المغرب أيضا، وهو ما جعل السفير المغربي لدى اليونسكو سمير الدهر يعبر عن أسفه لهذا القرار. من المنتظر أن تدرس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعروفة باليونسكو ترشيحات جديدة قدمتها العديد من الدول لإدراج فنون ثقافية غير مادية على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال الاجتماع 17 للجنة المعنية بالمنظمة الذي تم افتتاحه يوم الاثنين بالعاصمة المغربية الرباط. ومن بين الملفات المقدمة ملف يخص موسيقى الراي، حيث ترغب الجزائر في تسجيلها تراثا جزائريا خالصا رغم تواجدها في المغرب أيضا. وسيترأس الاجتماع بحسب المنظمة الأممية السفير المغربي لدى اليونسكو سمير الدهر، وتتكون اللجنة من 22 دولة من بينها المغرب وموريتانيا والمملكة العربية السعودية، فيما تغيب عنها الجزائر. وقالت الجزائر في ملفها إن الراي يمارس بشكل رئيسي في منطقة غرب الجزائر التي تعتبر مهده، ولا سيما في ولايات وهران وعين تمونش وسيدي بن العباس وصيدا. وأضافت: في الأصل كان يمارس بين الفلاحين والرعاة الرحل في السهول المرتفعة والأطلس الصحراوي في غرب البلاد. وواصلت أن فن الراي اشتهر دوليا بفضل الجالية المغربية المقيمة في الخارج وخاصة في فرنسا. وفي تعليق له على القرار الجزائري، قال سمير الدهر في تصريح صحفي: كنا نأمل تقديم ملف مشترك حول فن الراي الجزائري الذي يوجد أيضا في المغرب لولا القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف: نتمنى من الله أن نقدم ملفات مشتركة حينما تتحسن الظروف في يوم من الأيام، مؤكدا أن فلسفة اتفاقية الأمم المتحدة لصون التراث غير المادي تتمثل في التقريب بين الناس والثقافات. وسبق للجزائر أن قدمت ملفا مماثلا سنة 2016 لتصنيف الراي تراثا لا ماديا جزائريا، قبل أن تعود نهاية سنة 2020 وتسحب الملف. وأرجعت وزارة الثقافة ذلك إلى وجود نقص في العناصر المكونة للملف المودع، وهو ما يضاعف أسباب نجاحه. وقالت وزارة الثقافة آنذاك إن الأمر لا علاقة له بالمغرب، وأن سحب ملف فن الراي من اليونسكو أسبابه تقنية بحتة، مشيرة إلى عدم اقتناع اللجنة الدولية باليونسكو بمكوناته. قبل ذلك وفي سنة 2016 اتهم وزير الثقافة الجزائري الأسبق عز الدين ميهوبي المغرب دون الإشارة إليه بالاسم بمحاولة نسبة الراي إليه، وقال إنه اطلع على تقارير إعلامية تؤكد مساعي بعض الأطراف والدول من أجل نسب هذا الفن الموسيقي إليها كتراث وطني. يذكر أن مدينة وجدة المغربية تحتضن أكبر مهرجان للراي في المنطقة، كما أن هذا الفن منتشر في المغرب وخصوصا في المنطقة الشرقية. وسبق لبعض المسؤولين الجزائريين أن عبروا عن مخاوفهم من تجنيد المغرب لعدد من مغنيي الراي الجزائريين المشهورين بالنسبة الراي إلى المملكة، وذلك بعد حصولهم على الجنسية المغربية. يذكر أنه سبق للمنظمة الأممية أن سجلت طبق الكسكس كتراث مغاربي بعد ترشيح مشترك بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس سنة 2020.